اللي تراو فيه هي آخر شحنة من الماتريال تغادر مطعم بالاسيو، يعني يبدون الملاك جاو وجات معاهم الشرطة، قالوا لنا هذه عملية نقل الامتعاج تتوقف نهائيا وسيتم إغلاق المطعم. نقرب تقريبا اللي شفنا في البداية هي آخر وتة تمشي منهم ماتريال، لأن جاوا بعض العمال قاع لحقوا من الناس اللي قدام عنده مقاعد وشي شاريهم، قالوا له عنه يبغى فاوتو يمشي على ما مسموح بنقل الماتريال، على المسألة وفات، وعلى المطعم لا ينقفل. هاي وقت لحظة ما زالوا الملاك موجودين هون داخلين معاهم أفراد من الشرطة، بدون عملية البيع، وهذه الرواية اللي توقفت طبعا كما تشوفوا قدام مطعم بالاسيو حالا، وكيف تشيل المردة وقفت. على كل حال مازال السبب الرئيسي لإغلاق المطعم مجهول. بعض الناس قليل يترددهم بقهم بقية العمال، غير توقفت عملية نقل الامتعاج نهائيا. كان معاكم الصحفي الربيع اليدومو. الوتة اللي نعتنا لكم هي آخر وتة تمشي فيها ماتريال من مطعم بالاسيو، من مع الصباح الناس تنقل ماتريال وتبيعه. اعلن انقال، اعلن ملاك المطعم اعطاوا ماتريال لعمالهم، وعاد كل واحد يوخر شيء ويبيعه، وعادت عملية كأنها مثلا غريبة بالنسبة للناس به اللي ما كانوا متوقعينها. غير جاوا الملاك والله بعد قطعا والدة المالك جاتهم وأعطت أمر على لا يوخر شيء وعلى أن يوقف ويوفر، ووقفت العملية. ردوا بعض ماتريال اللي ينجبر عند مول وتواقف والله ثنتين. آخر الروايات اللي قبلوا قالوا لهم انهم يقضوا فوضتهم ويفتصلوا مع قاب ماتريال، وفات العملية. وبهذا نعود غلقنا هذه التغطية اليوم المفتوحة حول إغلاق مطعم بالاسيو، أشهر مطعم في نواكشوط، إغلاقه المفاجئ اللي ما فتنا توصلنا للأسباب الرئيسية. وإن كنت قريت قبيل بواحدة من المنصات أعلن تصريح منسوب لمدير المطعم على أن إفلاس ما كان هو السبب، على أن تقرر إغلاق المطعم من طرف ملاكه، ما هو بسبب الإفلاس وإنما أنهم ارتأوا على أنه شبه ينقفل. على كل حال نقفلوا التغطية على صورة من بالاسيو هادي في بعض العمال، قلة من العمال، وجاوه مالو ياسر افراد من الشرطة ومعاهم بعض الملاك، ووقفوا باط عملية بيع المعدات المطعم. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. كان يتكلم الصحفي الربيع اليدومو.